يا أهلا بكم في رابع حصة من كورس التوزيع الموسيقي في قناة اتعلم مزيكا. في الفيديوهات اللي فاتت احنا وصلنا للمرحلة ديت. في الفيديو ده ان شاء الله هنعلي مستوى المراحل اللي احنا وصلنا له. بس انا كل اللي انا عايزه ان انتوا تركزوا في الفيديو جدا. ولو انتوا اول فيديو ده تشوفوه من كورس التوزيع الموسيقي يبقى انا انصحك ان انت ترجع للثلاث فيديوهات التانيين. ولو انت مش مشترك في القناة اشترك عشان يوصلك كل جديد. ولو عندك كومنت في اي حاجة يا ريت تسيبهولي اسفل الفيديو، وانا ان شاء الله هرد عليك او هعمل لك فيديو على الموضوع اللي انت عاوزه. يلا بينا نخش في الموضوع. تعالى كده نسمع عشان نخش في المود بطريقة سريعة. شغلنا مثلا كده. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا، عارف ان انت ملكت روحي وهوايا، عارف ان انت حبيبي دايما معايا. انا نفسي اعيش معاك، نفسي اكون وياك. لو انت بتحبني انا هتنفس هواك. انا نفسي اعيش معاك، نفسي اكون وياك. لو انت بتحبني انا بتنفس هواك. عارف اظن كل اللي جاي انتوا عارفينه. انا بعتذر طبعا على صوتي، بس انا بحاول ان انا يعني اقول الكلمات مع التوزيع اللي انا شغال عليه، عشان بس الناس اللي هي ما سمعتش في الفيديوهات اللي فاتت تبقى عارفة احنا بنعمل ايه. طيب احنا كده عملنا يعتبر الموضوع الكوردات والسولو او الجمل اللحنية والدرام، كل ده الاساسي. طيب احنا كده لسه برضو ما دخلناش في ليفل الوحش، او ان احنا نبتدي بقى نضيف الات تانية واصوات تانية عشان نحرك الموضوع بتاعنا شوية. طبعا البيز جيتار، انا عن نفسي البيز جيتار ده بحب اضيفه اخر حاجة في التوزيع، لان بقدر ان انا احدد بيه الدنيا ماشية ازاي. وممكن تضيفه في الاول، يعني انت ممكن تعمل الجمل الكوردات والجملة اللحنية والدرام، وتبدأ تضيف البيز وتبدأ تسجل صوتك. فأنا يعني هنا هضيف شوية بادز وحاجات عشان تخلي الموضوع ان انا ابقى مندمج مع صوت المزيكا اكتر، وبحيث لما اجي اسجل صوتي فالمرحلة يعني ممكن في الفيديو ده اسجل صوتي، وممكن ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هسجل صوتي. فهنشوف حسب وقت الفيديو ما هيبقى معانا. طيب اول حاجة كده انا محتاج ان انا امسح، او مش محتاج ان انا امسح الاول، بس عايز اجيب الباد بتاع يعني صوت باد
يبقى ماشي مع صوت الكوردات ديت ويبقى فيه تناغم. طيب تعالى كده، هنعمل مثلا كده، هنشوف الكورد الاولاني ده اللي هو ده، لا دوت مثلا. تمام، ده مثلا صوت كورد. طيب انا مثلا هضيف آلة النكسس كده بالمنظر ده. في اصوات بادز بتبقى جميلة جدا بس طبعا بتبقى عالية، فمحتاجين ان احنا هنوطيها. تعالى كده، هننزل بيها مثلا كده. لو انا مثلا جبت ده كده كوبي، لو بس هنجرب يعني. لا يعني هي دي ممكن تتعمل في السينيو بس مش هتنفع هنا. شايف خلينا مثلا في، يعني عشان نعمل كورد الكوبليه فخلينا اللي هو ايه، في كورد الكوبليه احسن، اللي هو ده رقم 3 اهو. هناخده كده كوبي، خلينا في الكورد ده احسن. شايفها من عينك، لا مش حاسه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك. تعالى كده نجرب. الموضوع بيبقى حلو. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما طبعا مش هينفع نجيب الكوردات بنفس الاسطمبة، بس انا عايز اعمل حاجة كده. عفوا لو في صوت بره يعني مش حلو. انا يعني الصوت مش عارف، يعني انا ههدي الديلاي والريفيرب. لا مثلا هنعلي كده. شايفها من عينك، لا شايفها من، شايف شايف شايفها من عينك
كده مثلا. مش عاجباني. طيب في صوت انا بحبه جدا، ممكن نشتغل بيه. هو في الاكس باند بادز فلات. اصلك انا عايز حاجه فلات، يعني مش عايز حاجه تبقى فيها لعب، وعايز حاجه تنزل بالظبط مع اللي انا بعمله. كده مثلا جرب. تمام، هو ده. شايفها من عينك. بس طبعا هنعلي الصوت شوية من هنا. انا في النكسس بس اللي بوطي نوتة بس. عليها هنا مثلا. طيب نحاول هنا في النوتة التانية، هنحاول ان احنا نرفع بيها اوكتاف. يعني هي ماشية كده اهي، دي النوتة التانية. هنمسحها وهنبدأ ان احنا نحط دي كده، وهنحاول نطلع بيها اوكتاف. يعني نحتفظ بديت برضو، نطلع بدي بس اوكتاف. يعني يبقى كده مثلا. هنا الاوكتاف بتاعها E4، هنخليه E كده اهو. نجرب. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك. شايف احساس البادز اتغير ازاي لما رفعت اوكتاف. طيب تعالى بقى نجرب الاحساس ده على اللي احنا هنعمله ده. يعني مثلا كده شايفها من عينك. لا ثواني بس نشغل الكورد. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. طيب عايزك في كومنت برضو. يعني لو لقيت انا اخترت مثلا بادز كويس، او انت شايفه صوته كويس احسن من اللي انا مختاره ده، من ضمن الحاجات اللي انا مختارها، يا ريت تسيب لي الثواني اللي انت شفت فيها الحتة ديت، وقول لي ده مثلا هو المناسب بالنسبة لك انت. طبعا الموضوع المزيكا اذواق، فانا بحاول اجيب بادز. البادز ده مهم جدا يا جماعة في الأغنية، ومفيش أغنية مفيهاش بادز. سواء بيبقى ظاهر، هو بيبقى خلفية كده محطوطة من تحت، بس بتبقى جميلة لما بتظبطها مع الطبقة اللي هتغني الأغنية. يعني أنا دلوقتي بحاول أظبطها على الطبقة بتاعتي، على النيربو بتاعي اللي هو الإحساس بتاعي اللي أنا ماشي بيه. خلاف إن أنا لما بحطها بحس إن أنا بغني مرتاح، لكن لما بتبقى كده بحس ان انا بقف مستني خبطة الكورد عشان انزل، فبيبقى الموضوع ممل شوية. شايفها من عينك وقلب حاس. بص تحس ان انت مش طالع معاه، لكن لو كده شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايف
الموضوع بيبقى لذيذ جدا. فطبعا احنا عشان نخلي الموضوع برضو لذيذ وما يبقاش مستفز، انا عايز احاول اشيل مثلا الضغطة اللي تحت دي كده، واشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي كده مثلا اهو. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه. طيب لو وطيناها كده تدي برضو الاحساس. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها طيب تعالى نخش بيكو على حتة كده. يعني انا جت في بالي ان انا دلوقتي اسيف الحتة دي مثلا، يعني اسيف التوزيعة دي كده كلها، وهبدأ ان انا اغني الحتة دي بس، ونشوف الدنيا هتبقى ماشية ازاي برضو، عشان يبقى انا ايه معيشكم معايا في المود زي ما انا بشتغل. يعني مش بحاول اخليكم ان هو فيديو انتوا بتتفرجوا عليه، لا انتوا بتشاركوني لايف، عشان انا مش عارف اطلع لكم بس مباشر، فانتوا بتشاركوني يعتبر كده لايف. طيب هنضيفها كده مثلا عادي جدا اهو. انا هسجل دلوقتي كمان على الميكس كريفت للناس اللي هي ما تعرفش ميكس كريفت. فانا بحب اسجل عليه الاغاني البطيئة لان بيديني احساس اعمق واحسن. فاحنا هنسجل عليه بس، وممكن نظبط بينا نحطوه على الصوت، وبعد كده هسحب الصوت بس هسحبه على دي فلاتر انا مش راضية تشتغل على البرنامج فبيظهر لي كده. فانا هسحب الصوت بس وابدا ان انا احطه على اف ال ستوديو. طيب احنا دلوقتي خدنا التوزيع اهي، سرعتها طبعا 60 بطيئة جدا اهي 60. لو ده جينا دخلنا كده هنظبط هنا، هو جايبها 59 وكسور، فاحنا هنخليها 60 كده. انا بلعب على طبقة السي تقريبا او الاي، هنخليها كده مثلا. طيب انا عايز اسجل بقى الحتة ديت اهو، هفتح كده برنامج التسجيل لو فانا هبدأ ان انا اوطي على حسب الطبقة اللي انا عايزها. يعني مثلا اخليها كده. هنشغل طبعا هنا انا مش حاسس ان انا داخل الجو، لكن من اول ما هبدأ ان انا اخش على البادز هتحس ان احنا في مود كده دخلنا عليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. طيب انا هنا عملت المود ده كده، وفي حتت واطية وحتت عالية. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما طب نسجلها تاني. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك.
بس كده الصوت جاي حتة واحدة، مش مهم حتى لو أدائي مش أحسن حاجة، بس يعني عشان أشوف المود نفسه هيبقى عامل ازاي. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. حاسس ان الصوت مؤخر شوية، معلش، تقريبا عشان مسجل لكم الفيديو. شايفها من عينك طيب نسجلها تاني. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس لا لا لا، حاسس ان انا مسرع جدا قوي. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليك. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، طيب احنا هنحط لها برنامج النيو اكس نيوز يظبط بس الصوت شوية، وهنحاول نخفف الاوتوتيون سيكا. هننزل بدي كده، هنخلي دي كده 12 مثلا، هنعمل دي كده كده. شايفها من عينك طيب هناخد بقى الصوت ده كده بتاعنا، هنقطع بس الزيادة اللي هي شايفها من شايفها. طيب هنعمل كده، ناخده طبعا ويف، هنسيفه بأعلى جودة ممكنة. طبعا هنشيل ده عشان ما يدينيش في المساحة. هنعمل كده، بص أعلى جودة مدياني 61، ماشي، مع انه حتة صغيرة. على فكرة اللي انا بشرحه ده انتوا مش هتلاقوه عند حد هنا، هو بيشغل التراك اوتوماتيك على برنامج الام بي 3 دوت، كلنا عارفينه، بس احنا طبعا مش عايزينه فهنوقفه. هنفصل ده بقى كده، خلاص هنخش بقى اهو، وهنقوم حاتفينه هنا، تمام، اتحدف اهو، مفيش اي مشكلة، واهو هيتسنتر كده، هيبدأ ان هو يجيب لي الدنيا ماشية ازاي. بس الصوت فين حلاوته. شايفها من عينك وقلب حاسس
طيب تعالى بقى نحط له سنة ريفيرب كده بحيث ان هو برضو ايه، يبقى داخل المود معانا شوية. انا عايز اعمله كده، بص الحركة دي، بص الحركة دي. طبعا انت هنا مش هتلاقي اللي انت بتبدأ تتفرج عليه بره. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. طبعا هنا احنا ضفنا بس الريفيرب، عايزين بقى يعني لو هنضيف الاي كيو بحيث ان احنا نفتح الصوت. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. الصوت ده يعني كتجريبي، يعني انا ما بغنيش بطبقتي اللي انا المفروض اغني بيها، انا عشان موطي صوتي، عشان صوتي منه للشارع، فالناس هتضحك عليا عشان لابس هيدفون بس. فبختار الوقت المناسب اللي انا اسجل فيه، لان انا ما عنديش استوديو خاص بيا، انا عامل استوديو هوم في اوضتي، واوضتي على الشارع، وساكن في الدور الاول. شايفها من فعذرا يا اصدقائي. عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. عارف ان انت ملكت روحي وهوايا. اللحن عايز واحدة اللي هي تغني، يعني برضو صوتي انا يعني مش احسن حاجة، بس هو عايز واحدة فعلا تغني. شايفها من عينك وقلب حاسس بيه، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. شايفها من عينك وقلب حاسس بيك، وقبل ما تقولها انا اللي هقولها ليه. طيب احنا كده يعتبر يعني اكيد الصوت ده ملهوش اي لازمة، انا بس ايه يعني حبيت اخش في المود كده. والبادز اللي انا شايفه ده انا شايفه مش احسن حاجة. طبعا في الفيديو ده انا بس حبيت اعرفكم انا بشتغل ازاي في الحصة الرابعة ديت، وطبعا من الحصة الخامسة هتلاقوا بقى ان احنا هنسجل الصوت، وهيبقى في شغل في موضوع البادز. وانت زي ما انت شايف مراجعة السريع، البيت اهو معمول بالطريقة ديت، طريقة سهلة وبسيطة جدا وتبان ان هي عبقرية. يعني انا بص رصه على 4 موازير مش مزورة واحدة،
عشان ما اقعدش اخنق نفسي برص واعمل واحدة تاني للكسرة. درام سهل وبسيط جدا. وهنا برضو الدرام بتاعنا سهل وبسيط جدا. هيجي برضو في الاخر ويعمل دروب. حاجة بسيطة جدا يعني. انا بشارك معاكم التفاصيل دي لان انا ما بحبش اشتغل باي حاجة جاهزة، والحاجات الجاهزة اللي انا بشتغل بيها يعني بتبقى حاجات من تحت كده ان هي تشغل الموضوع، بس انا بحب اعمل كل حاجة بنفسي. زي ما انت شايف الدرام مش جاهز، انا اللي عامله مرصوص اهو على الباترن. طبعا الجمل اهي عادية جدا. سهلة جدا وعادية. طيب ايه تاني؟ موضوع سهل وبسيط، مش محتاج اي تعقيد. ان شاء الله اشوفكم في الحصة الخامسة. والكورس ده عشان بس تبقى فاهم هيبقى 10 حصص. وزي ما انت شايف انا ما بكروتش الدنيا، يعني الفيديو هتلاقيه طويل معاك، تقدر توقف وتستفاد وتشوف كل حاجة انا بعملها، لان انا بشارك الموضوع معاكم لايف، وده مجانا في القناة. يعني انا مرضتش احطه في الاعضاء الخاصة لان انا مش شايف حد عايز ينتسب للقناة. فياريت اعملوا لايك للفيديو وتشاركوه لاصحابكم للي عايزين يتعلموا عشان يستفادوا اكتر. وفي القناة بتاعتي دي هتلاقي كل الفيديوهات وكل الحاجات اللي انت بتدور عليها وبتسأل عليها. وطبعا البلاجن والخامات والمكتبات منها اللي انا بنزله مجانا، ومنها اللي انا بعمله بسعر رمزي. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي في الحصة اللي جاي اللي هي